قال بعض الصالحين لولده: لا تنكح من النساء 6، لا تتزوج من النساء 6، أي تجمع 6 صفات. لا تنكح أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. الأنانة كثيرة التمارض، التي تتمارض تدعي المرض، كثيرة التمارض التي تكثر عصب رأسها وتكثر الأنين والتوجع. والمنانة هي ذات المال التي تمن على زوجها، تقول: فعلت لك كذا وفعلت كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا. والحنانة هي أن تكون ذات ولد من غيرك، فهي تحن إليه كل وقت. والحداقة هي التي تحدق في الأشياء كل الأشياء لتشتريها لها، وتطالب زوجها بذلك على أكثر من طاقته. والبراقة هي التي تلحظ الرجال، كثيرة النظر إلى الرجال. والشداقة التي تكثر الكلام، ذربة اللسان، فاحشة المنطق. يقول إلياس عليه السلام: لا تنكح من النساء 4، وانكح من سواهن: المختلعة والمبارية والعاهرة والناشرة. المختلعة هي التي تطلب الخلع من زوجها من غير بأس، دائما تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، وزوجها مع ذلك يحبها. والمبارية هي التي تباهي غيرها، تفتخر على غيرها بملابسها، تطالب زوجها بثياب غالية فاخرة حتى تفاخر غيرها، فتكثر الطلب لزوجها. العاهر أي الفاجر، التي تعرف خليلا وخدنا غير زوجها والعياذ بالله. والناشر التي تتعالى على زوجها بالفعال والخصال. يقول عطاء الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 من جهد البلاء: جار سوء، وإمام جائر، وامرأة يكد عليها زوجها وهي تخون. زوجها يخرج إلى العمل وهي تدخل الرجال، زوجها ينشغل بعمله وهي تنشغل بالهاتف، زوجة يكد عليها زوجها وهي تخونه. في حكمة داود عليه السلام: المرأة السوء مثل شرك الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي الله عنه. سئل حكيم، أعرابي حكيم، عن شر النساء، فقال: شر النساء النحيفة الجسم، القليلة اللحم، المحياض، الممراض، أي التي تدعي الحيض وهي طاهرة، تدعي المرض وهي صحيحة، المصفرة، العسرة، المبشومة التي تأكل ولا تشبع، السلطة طويلة اللسان، البطرة، النفرة أي سريعة الغضب، سريعة الوثبة، كأن لسانها حربة، تجرح كل من تلقاه، تضحك من غير عجب، وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالجرب، كثيرة الدعاء على زوجها. عرطوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات. إذا ذهبت إلى أهلها لا تكف عن شكوى زوجها بالسيئات والسوء، ولا تذكر له خيرا أبدا. تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، لا توفر ولا تدخر، وإنما يدها مخرومة مصرافة، ليس في قلبها عليه رأفة. إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت. كثيرة الدعاء عليه. وفي البيوت نساء لا تكف عن لعنة زوجها، كثيرة الدعاء عليه، قليلة الإرعاء، لا ترعاه ولا ترعى أولادها، تأكل لما دون أن تسميه، تملأ بطنها، تأكل كأكل البهائم، وتوسع ذما، ضيقة الباع، مهتوكة القناع، أي حجابها مهتوك. إن خرجت في السيارة فحجابها مهتوك عن الناس، مهتوكة القناع. صبيها مهزول، أولادها ضعفاء لأنها لا تهتم بهم، وبيتها مذبول متسخ من الزبالات، لا تجد مكانا تجلس فيه. صبيها مهزول وبيتها مذبول،
إذا حدثت تشير بأصابعها. أوصلوها لكل حاكم، أوصلوها لكل وزير، أوصلوها لكل وال، أوصلوها لكل مسؤول، لهؤلاء الذين لا تعرف أعداد مواكبهم ولا سياراتهم ولا نستطيع أن نعد أموالهم في البنوك. جاءوا إلى عمر قالوا: يا عمر، نريد أن نكسو الكعبة بالحرير، هل هناك أعظم من أن تكسى الكعبة؟ أيها السارقون أحلامنا في الليل، أيها السارقون أحلام الضعفاء والفقراء، هل هناك أعظم من أن تكسى الكعبة وبالحرير؟ فغضب عمر وقال لهم: بطون المسلمين أولى من أن تكسى الكعبة. في زمان بنينا فيه مساجد بملايين الدولارات ليقف فيها الفقير يدعو الله أن يغنيه.